تحية إليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج عن قرب. عدد سيتناول بالتحليل والنقاش مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية. اجتماع دوري درس وصادق على عروض متعلقة بالنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحديدا ترقية الاستثمار وضبط العقار الصناعي ومحاربة البيروقراطية والتوجه نحو التصدير، إضافة إلى عدة محاور سنناقشها اليوم مع الدكتور فريد بن يحيى، خبير في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية. أهلا بك دكتور، مرحبا بك. أهلا بك سيدي. شكرا جزيلا. بداية دكتور، كيف يمكن أن تساهم ترقية الاستثمار في تحرير المبادرة عند المستثمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع لما نتكلم عن الاستثمار فهو نقدر نقول العمود الفقري للتوجه الاقتصادي للجزائر. فلما نتكلم على تحرير الاقتصاد لابد اولا نتكلم على انه يكون نمط اقتصادي، سكون ابل ان موديل ايكونوميك. فالنمط الاقتصادي يعطينا نجيبوه من الرؤيه الاستراتيجيه تاع الدوله ونجاح حابه الانطلاق تاع الدوله وين حابين نتوجهوا. اذا فالاستراتيجيه تاع الدوله لازمها تكون واضحه المعالم. نعطيك مثلا قال ما هي نسبه النمو التي تطمح اليها الحكومه في الثلاث سنوات القادمه؟ قال 6%، 7%، 8% من الدخل القومي. قال ما هي الصادرات؟ تكلم السيد رئيس الجمهوريه الصادرات تكون 5 مليار دولار. قال 5 مليار دولار في السنه. العام الجاي ان شاء الله السنه القادمه تكون ربما 8 الى 10 مليار، ونتكلموا على امور اخرى. النقطه الثالثه كذلك لابد ان تكون عندنا النجاعه في القرارات نتاعنا. إذا فلا بد أن نتابع كل القرارات اللي تتخذها الحكومة، وتكلم عليها السيد الرئيس في النقطة الثامنة نتاعو على أنه تكون فيه متابعات بالنسبة للأمن، لأنه كثير من القرارات تتخذ في مجلس الوزراء أو في مجلس الحكومة لكن ما كاش متابعة نتاعها، وهذا يشكل خطر على تنفيذ القرارات. إذا فبالنسبة إلي أنا لابد الحاجة الأولى تكون عندنا رؤية. الهدف نتاعنا ما تسمو اليه الدوله الجزائريه. قال الهدف نتاعنا باش نروحوا تصبح الجزائر كدوله ما بين 20 دوله رائده في العالم، هذا كهدف. النقطه الثانيه نحدوا نسبه النمو، ما نخليوهاش يعني بصوره غير واضحه. نسبه النمو قال عندي 4% او 5% او 6%، الهدف نتاعي باش نوصلوا. نقطه اخرى قال ما هو اثار النمط الاقتصادي او الاستثمارات هذه بالنسبه للشغل، بالنسبه للقدره الشرائيه، بالنسبه للدخل القومي شحال يكون، بالنسبه للتصدير نتاعي والصادرات وغير الامور. اذا كل هذه الامور لابد تكون متمحوره وعندها اهداف، وكل حاجه تابعه للقطاع نتاعها معين. النقاط تاع الفلاحه تكفل بهم وزاره الفلاحه، الصناعه، الطاقه، وزارات اخرى، كل واحد الصيد البحري وغيرها من الامور، كل واحد يتكلف بالامور نتاعو. وبالحديث عن المشاريع دكتور، النقطة التي المهمة والتي تعود في كل منبر البيروقراطية، كيف يمكن التخلص منها اليوم ميدانيا في مرافقة الاستثمارات؟ شوف، بالنسبة لي البيروقراطية هذه فيه فكر البيروقراطي المتحجر، وفيه الفساد. الناس ولفت تأخذ الرشوة قبل ما تعطي أي امتياز إلى أي مستثمر. وفيه الابتزاز، كان كثير من يعني ناس اللي عندها استثمارات كبرى في الجزائر يبتزوهم بطريقة أخرى حتى ربما يأخذوا ما يريدونه. فإذا أردنا أن نحارب هذا الكل لابد تكون عندنا استراتيجية رقمنة، الشيء اللي غير موجود الآن. الرقمنة هي الأساس، لأنه تكون فيه شفافية كاملة لكل القطاعات. النقطة الثانية هذه المحابات وغيرها بالطبع صبحت عندي كثقافة في الجزائر. في الخارج موجودة لكن بشيء قليل، لكن الجزائر صبحت لو ما عندكش المحاباة عندك وساطة في ميدان معين من الصعب جدا أنك تعمل مشروع نتاعك. النقطة الثالثة هي لما نسهل الاستثمارات، كما تكلمت عندي نمط اقتصادي معين، عندي أهداف، عندي أرقام، بالطبع نوزعها على الوزارات، وعلى كل وزير عنده الأهداف نتاعو المسطرة، يا ينجح في المشروع نتاعو يروح المنزل نتاعو. إذا هنا سكون با افيك لي كونترا دو بيرفورمانس. إذا ما كانش عقود نجاعة حتى بالنسبة للحكومة من الصعب جدا أن نتكلموا على الأهداف، نتكلم بصورة يعني عامة، لكن الأرقام هي المهمة. قال مثلا الأرقام في الصناعة، كم شركة راح ننشأها في الصناعة،
ما هو التصدير نتاعي، الارقام، ما هي الاموال اللي راح ندخلها، ما هي الاموال اللي راح نخرجها، كل حاجه تكون مرقمه، لانه الاقتصاد في ارقام وفي استراتيجيات وفي بما يسمى بالمناهج العملياتيه، تكون ابل لي ميثود اوبيراسيونيل. هذا الشيء هذا غير معمول به، نتكلموا عموميات فقط، لكن لما نجيو نجسدوا في الميدان نلقاو باللي عندنا نقائص كبيره في التطبيق في الميدان، وهذه كل تعود الى تاهيل كذلك العنصر البشري، لانه كثير من القطاعات فقدت كثير من الموارد البشريه نتاعها اللي خرجوا على التقاعد السن المبكر. مثلا ما هي القطاعات الاقتصاديه التي تحتاج ربما الى اعاده تاهيل فيما يخص العنصر البشري الذي ذكر؟ كل القطاعات بدون استثناء، كل القطاعات، كل القطاعات. وبالعوده دكتور الى النقطه الاولى التي ذكرتها، تكلمت عن الرقمنه. هل يمكن القول اليوم بان الرقمنه هي حل للتخلص من البيروقراطيه؟ لا، هي كوسيله. وسيله لان ستانوتي الإشكال المطروح هو أنه تحكم ألمانيا مثلا. في ألمانيا لما تدخل الحاوية من منطقة معينة من الخارج، تتابع عندها شريحة إمبوس، تتابع تدخل المصنع تصنع، وتلقى مفتشية الضرائب في ألمانيا عندها كل أرقام، رقم تتبع وشحال خدم، شحال الصناعة نتاعو، وشحال صدر، وشحال عمل، ويعطيه الضريبه نتاعو حسب المنتوج نتاعو. حنا هذه بالنسبه يعني الناس وين توصلت، حنا ما عندناش الامور هذه. الشرائح يتبعوا فيها، حتى تلقى الشريحه تتابع حتى الاغنام، حتى الابقار، حتى كل شيء، يعني كل شيء واضعينه في يعني كشبكه عنكبوتيه كبيره فيها كل المعلومات. لانه اذا ما عندكش المعلومات القاعديه وما عندكش البيانات، من الصعب جدا انك تعمل تحاليل. لانه الان اصبحت فيه برمجيات تكون ابيلي لوجيسيال تعمل لهم في البرامج وهم يعطوك يعني تحاليل، وبالطبع الخبراء يحلوهم وياخذوا اجراءات لازمه. حنا في الجزائر بعاد على النمط هذا، وعلى هذيك نبقاو ندوروا في نتزحلق في نفس المكان او ندوروا في حلقه مفرغه. اذا فلا بد الان تكون عندنا استراتيجيه واضحه. حتى بالنسبه للرقمنه، ما هي الاستراتيجيات اللي نعملوها في الرقمنه؟ هل نختار طريق الف باء جيم؟ ما هي التكنولوجيات؟ ما هم الموارد البشريه اللي عملوها؟ كيفاش نعمل التنسيق ما بين جميع القطاعات؟ كيفاش نبدا من القاعده حتى نوصل القمه في الرقمنه؟ ما هم الخبراء اللي يقدروا يرافقوا الرقمنه هذه؟ اذا هذه الامور هذه كل لازمها تكون. اذا ما وهذا العمل لابد نديروا في سنتين 3 سنوات على اكثر، ما نقدروش نستناو حنا كاع 10 سنوات باش نعمل الرقمنه ككل. التكنولوجيا الان موجوده، الاختيار موجود، خبراء موجودين. اذا فلازم تبقى اختيار السياسيين، يعني رئيس الجمهورية الوزير الأول، وكذلك الخبراء كيف يختاروا الطرق الجدية بالطبع، وناخذوا الإجراءات اللازمة لتجسيد الرقمنة بالطبع. ولا بد كذلك كما فيه عندنا مجلسين، ربما المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي يقدر يمد النظرة في الأمر هذا، وكذلك المعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، هو كذلك بالنسبة للتهديدات الإلكترونية وبالنسبة للأمور دي يقدر يعمل كذلك مع خبراء كيفاش يعطي خطة الطريق مع وزير الرقمنة والإحصاء. إذن فكل هذه كله، لأنه الآن صبح كل شيء مرتبط بعض البعض، يعني كان يسينكرونيزاسيون بين سلسلة يعني. بالطبع. إذا من الصعب جدا أنه نحوس نطور قطاع على حساب قطاع آخر، هذا من الصعب جدا. إذا لابد تكون فيه تسلسل، ولابد انطلاقة من القاعدة إلى القمة. وفي قرار سابق دكتور بن يحيى تم استحداث ولايات جديدة، 10 ولايات جديدة. ما هو محل هذه الولايات المستحدثة من السياسة الاقتصادية؟ شوف، هذه الولايات الجديدة عندها بعد اقتصادي وعندها بعد سياسي. البعد الاقتصادي فبالطبع في ولايات ربما كتيم منجنات ممكن أن تكون في خارطة طريق جديدة لتطوير الاقتصاد، خاصة بالنسبة للسياحة، صناعة سياحية. ربما لما لا ننشئ مدن سينماتوغرافية في المناطق، ربما تربية الإبل، تربية ربما حتى في مناطق كما المنيعة نقدر ندير حتى تربية المائيات يتكلم عليها وزير الصيد. الحظائر البحرية، مش شرط بحرية، ممكن أنه في الصحراء ننشئوا يعني مناطق لتربية الأسماك. إذا فالآن الشيء اللي رانا موجودين فيه، رانا في مفترق الطرق، ينتخذوا إجراءات جدية وننجحوا الأمام، يا ما نروحوش بعيد. لأنه هذه الأموال راح تكون أموال كبيرة بالنسبة ل10 ولايات.
يعني كل ولايه عندها المديريات نتاعها، عندها ميزانية. المؤسسه بالطبع الميزانيه تكون كبيره. اذا فلا بد من تطويرها باش تنشأ مدن جديدة، لأنه بإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية والقرى الفلاحية يعني خاصة في جنوبنا الكبير راح تعطي دفع جديد. كيف يمكن أن تساهم في ضبط العقار الصناعي معذرة هذه الولايات الجديدة، خاصة وأنها معروفة يعني بشساعة المساحة؟ شوف أي منطقة دوك نهزو، لو منطقة الجزائر ما كانش مسكونة، يعني كانت منطقة كما بني حواء أو منطقة أخرى، سعر العقار يكون فيها منخفض جدا. إذن فلما تبني مدن جديدة وتطورها تم تعطي القيمة الإضافية، تدارك النقائص وبالتالي لا بالطبع لما تبنيها. الآن هزوا الولاية الجديدة هذه ربما العقار ضعيف، لكن غدوة لما تنشأ مدن وتنشأ مدن كما قلت سياحية ومدن غيرها يعني مناطق نتاع الصناعة وغيرها، فالعقار راح يزداد في السعر نتاعو. إذن فباتخاذ الإجراءات هذه العقار في المناطق الآن راهو ضعيف في التكلفة نتاعو، لكن غدوة لما ننشئ المدن الجديدة ونطورها في السياحة في الزراعة في الخدمات في غيرها، فبالطبع السعر راح يرتفع. نفس الشيء في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت مدن غير موجودة لكن لما الأمريكيين استثمروا فيها ارتفع سعر العقار. نفس الشيء بالنسبة لدبي، أبو ظبي كان دبي صحراء ما كان والو، لكن الآن شوفوا دبي سعر العقار مرتفع. إذا فنفس الشيء بالنسبة لسنغافورة اللي كانت يعني مروج ما فيهاش يعني عقار غالي، لكن الآن بعد الاستثمارات الكبرى نشوف أنه سعر العقار أصبح من أغلى العقارات في العالم. إذا نفس الشيء بالنسبة للمدن، من يعطي القيمة الحقيقية فهي الاستثمارات لما تنشأ مدن جديدة. لكن المدن مش كما سيدي عبد الله ولا ميدان المجري في قسنطينة، لابد من إنشاء مدن حقيقية سمارت سيتي، يعني المدن الذكية بالطبع بالاحترام البيئة، احترام كل الأنماط التطور التوسع العمراني والمدن. احنا قاعدين نشوفوا حتى من الجزائر نتكلموا على منطقة ظل، لكن نقول لك بكل صراحة أصبحت الجزائر العاصمة تقريبا باستثناء بعض الأحياء كلها منطقة ظل. أنت في مدن عربية صغيرة النقل يمشي حتى 12 الليل، يعني كل يوم 12 وحدة تاع الليل مواصلات. احنا في الجزائر 7:30 لهنا ما تلقاش يعني في اماكن معروفه ما تلقاش يعني غير متوفره. اذا فنقول بكل صراحه هل العاصمه تاعنا عندها نمط يعني كعواصم الدول؟ ما كانش. هل العاصمه تاعنا نشوفوا خلينا من الكوفيد 19 كي نحيو الكوفيد او هود الوباء العالمي، هل عندنا قاعات سينما كما كانت في السابق في السبعينات؟ ما عندناش. تتكلم عن الهياكل بالطبع. هل فيه مسارح؟ ما فيش. هل فيه ثقافة موجودة؟ يعني هل عندنا يعني مكتبات تفتح حتى ال 12 الليل؟ ما كانش. نقول بكل صراحة هذه حوايج بسيطة يعني ما تطلبش استثمارات كبرى ولا حاجة. لكن احنا في الجزائر الآن ما عندناش هذيك نقول توجور النمط الاقتصادي او وكذلك البرنامج الاجتماعي، يعني لو بروجي سوسيال تاع المجتمع. هذو لازم يمشوا مع بعضهم البعض. المشروع الاجتماعي كما تكلم عليه ماكس فيبر ولا نيتش ولا غيرها من الفلاسفه في الميدان هذا، خاصه بالنسبه لماكس فيبر ولا ريكاردو يتكلموا على المشاريع. لانه اذا ما عندكش انطلاقه حقيقيه رجل اعمال كي يجي يستثمر لابد يكون فيه محيط متواجد. أنا نشوفوا كثير من المستثمرين يحبوا دبي، يحبوا ربما جيراننا الشرقيين لتوفر المناخ في تونس ولا في المغرب. لا، عندهم في مصر الآن تجلب استثمارات أكثر من الجزائر، رغم أنه مصر فيها 105 مليون نسمة، عندنا مشاكل كذا، لكن تجلب عندها المناخ نتاعها يجيب الاستثمارات. جيراننا في المغرب كذلك يجيبوا استثمارات. في تونس رغم المشاكل كانت قبل يجيبوا استثمارات. الجزائر نحاربوا الاستثمارات احنا الأجنبية في الجزائر، ما نخليوهاش تستثمر لأنه ما عندناش رؤية حقيقية وكيفاش كذلك نعملوا الإصلاحات في منظومة البنكية تاعنا. البنوك نتاعنا متأخرة كثير في كثير من الميادين. إذا احنا بالنسبة للقرار الوزاري شفنا اليوم في قرارات نقدر نقول جدية، لكن لابد من تبسيطها وتطبيقها في الميدان. إذا ما كانش تطبيق الحقيقي بالنسبة للوزارة الولات وغيرها فبالطبع الشيء يتكلمون. وتكلمت عن التبسيط، كيف يكون التبسيط؟ التبسيط لابد تكون الكفاءة الأولى، لأنه كيعود ما لازمش نعطيو مشاريع معقدة للناس. الوزير لابد يبسط يحلل المشروع حتى يصبح بسيط والناس تفهمه، رئيس البلدية يفهمه ورئيس الدائرة يفهمه والولي يفهمه والمواطن يفهمه.
إذا القرارات تكون الفوق ربما بلغة قوية، لكن لما تهبط للميدان تهبط لابد أنهم يبسطوها لتحفيز المستثمر. بالطبع تحفيز المستثمر، وكذلك ترك الناس تعمل، لأنه احنا كثير من أرباب العمل في الجزائر يشتكيوا من مشاكل كبيرة، من مشاكل البيروقراطية، الحصول على العقار، من المشاكل يعني في الحصول على الأموال. بالطبع احنا كيفاش نسهلوا؟ نشوفوا بعض الدول اللي عندها ربما في دوينج بزنس عندها ترتيب جيد. الجزائر ما عندناش ترتيب جيد. لماذا هذه الدول عندها؟ لماذا الدول تسهل في الاستثمارات؟ ما هي السبل النجاعة حتى نجيب الاستثمارات الأجنبية؟ أنا نقول لك بكل بساطة، يعني بكل تواضع، لو كنت في قطاع من القطاعات هذه، خاصة بالنسبة تاع الصناعة ولا غير هذو، نقدروا نجيبوا صدقني ما بين 5 6 إلى 10 ملايير دولار سنويا استثمارات في الجزائر. وكان كثير من المستثمرين العرب والأجنب اللي حابين يدخلوا الجزائر، لكن المستثمر هذا لازمك تحفزه وتعرف كيف تجيبه وتعرف منين تجيبه، لأنه فيه تنافس على المستثمرين، لأنه الناس الكابيتال هذا الأموال موجودة، لكن انت تعرف كيف تجلبها. كان امور تقنيات كيف يجبدوهم، وكانوا مستثمرين كبار، نعطيك انا مستثمرين كبار جاوا للجزائر باش يعملوا استثمارات في قطاع النسيج، في قطاع السيارات، في قطاع الكهرومنزيد، وهربوا من الجزائر لانه الجزائر ما حفزتهمش باش يكونوا في الجزائر. اذا فالان نقول بكل صراحه كان امور اللي راهي تجرى خلف الستار بيحاربوا في المستثمرين الاجانب باه تبقى الجزائر كسوق لبعض الاطراف الاجنبيه. إذا فلا بد الآن إذا حابين نوليو كقوة اقتصادية أو نتكلموا على التنمية الإفريقية اللي هي الجزائر، فلا بد الآن يكون عندنا الذكاء والعمل في الميدان كيفاش نجيبوا الأجانب يستثمروا في الجزائر، لأنه كان كثير من الشركات الأجنبية تنتظر الضوء الأخضر من السلطات السياسية باش تستثمر. لكن تكلمت لك على البيروقراطية والفساد، هذا عائق كبير بالنسبة للمستثمرين الجزائريين وبالنسبه للمستثمر حتى المستثمر المحلي. بالطبع كان كثير من الجزائريين راهم يشتكيوا، يعني يقول بكل صراحه، رغم انهم يعني ابانوا عن تجارب تنمويه يعني عندها مشروع ناجح. لا، كان كثير من المستثمرين الجزائريين اللي نجحوا في العمل نتاعهم، ما نجحوا، لكن لو تتكلم مع هاد المستثمرين يقول لك هاي الورقه تاعي، هاي المشاكل اللي عندي في جميع القطاعات غيرها. انا بالنسبه للمستثمر واش نقول له انت الحاجه الاولى نعطيك الامتيازات، تخدم، تدفع الضرائب نتاعك، تخدم لي الجزائريين، تحول لي التكنولوجيا من الخارج وتطور لي الصناعات نتاعك وغيرها، او في قطاعات خدمات وغيرها من الامور. هذه الاهداف يعني راح يكون عقد ما بين الدولة وما بين المستثمر هذا، لأنه المستثمر يعني شخصية معنوية، شركات مش في صورة مؤسسة. بالطبع صفة مؤسسة، لكن لما المستثمر يعمل الشركات راح يصبح شريك تاع الدولة، ما تبقاش كفرد. إذا احنا الناس هذا ينحي لك يعني ينقص لك من الشوماج، يعني من البطالة، يصدر لك إلى الخارج، يدخل لك عملة صعبة، هذا نسجعه وتقيس فاتورة الاستيراد. بالطبع، لكن نوجهوا يعني قال الشيء اللي كان في السابق نحيو، لكن الآن في خطوط جديدة نديروا عقد ما بين الدولة وما بين المستثمر هذا، ربح يعني الدولة تربح والمستثمر يربح، ونكونوا غدوة قاعدة صناعية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام تنجح أكثر من هذا. وكيف يتحقق كل هذا؟ هذا بالإرادة السياسية، الإرادة السياسية إذا ما كانش فولونتي بوليتيك ما تنجحش. لابد تكون إرادة سياسية في أعلى هرم السلطة. شفنا الصين أنه كان فيها الحزب الشيوعي الصيني مع ماو تي تسونغ، لما رحل ماو تي تسونغ جاء جان زامبينغ اتفاهم مع كانت فيه المؤسسة العسكرية الصينية والحزب الشيوعي الصيني، واتخذوا القرارات على أنهم يأخذوا طريق جديدة يستعملوا التصدير كسلاح، والصين شوفها كقوة. شفنا تركيا كذلك مع أردوغان كيف ملي كانت دولة تحكمها جماعات يعني بالمؤسسات يعني مش سياسية، لكن مع الوقت نجح أردوغان كيفاش يحافظ على المؤسسة العسكرية وكيفاش يحافظ على رجال الأعمال. وشفنا أنه الآن صبحت المؤسسة العسكرية تجلب أموال كبيرة في وجودها في سوريا، في العراق، في ليبيا، في غيرها من الدول. ونشوفوا الانتشار الجيش التركي في عدة دول، لأنه الانتشار هذا كان انتشار ذكي، انتشار اقتصادي، لأنه يستعمل بالطبع، لأنه العالم ككل يتبع الإنسان القوي. إذا كان مثلا الجزائر ما عندهاش يعني كقوة غرض وجود نتاعها في افريقيا بالمؤسسه نتاعها، مستحيل انه الدول الضعيفه هذه تتبع القوي.
يا اما على في السبعينات كانوا يتبعوا الجزائر، لان الجزائر كانت تفرض الوجود نتاعها. الدول ما تتبعش انسان ضعيف، هذه حنكون بكل صراحه، او الدول ضعيفه. هذا واقع العلاقات الدوليه. هذا واقع العلاقه الدوليه، كي تعود قوي الناس تتبعك، تفرض الوجود نتاعك يتبعوك الدول، ما عندش قوه ما يتبعوكش. اذا فهنا جينا فيه تعديل في الدستور الجزائري على انه خروج الجيش نتاعنا ممكن انه يخرج احنا نشوفوا يخرج اذا تكون فيه تهديد خارجي او كذلك لوجود مصالح تجاريه واقتصاديه. انا ثاني ممكن انه الجيش نتاعنا يحافظ على المواقع نتاعو في الخارج. لما انت تعمل ربما الاسطول نتاعك يجول في افريقيا وينزل في بعض الموانئ او الغواصات نتاعك وغيرها، فالدول تشوف الجزائر انها قوه عسكريه، فبالطبع يكون فيه توازن بالنسبة للجزائر. إذن فكل هذه الأمور لابد أن تكون داخلة في سياسة الدولة، وبالطبع النمط الاقتصادي يكون جالب إلى كل هذه الأمور. الدكتور بن يحيى، أنت كمحلل اقتصادي وقريب من الميدان، ما هي المجالات اليوم الجديرة بالاستثمار والتي تقتضي أن يكون فيها استثمار؟ شوف، هي الجزائر نقدر نقول لك يعني كان فيها الجزائر كل استثمارات تنجح في الجزائر، كل استثمارات. نتكلم مثلا الشيء اللي يتكلم الوزراء، يتكلم رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء على تحقيق تنقية الاستثمار بالعقار. فبالطبع لما تكون عندي قاعدة معلومات كما قلت لك رقمنة، العقار نسهل للناس باش يدير العقار، لكن العقار كي يدي يحتاج 2000 متر مربع أو 3000 أو 5000، ما أعطيش أنا 20,000 30,000. إذا تحتاج 50,000 تحتاج متر تعطيك متر. لكن الاستثمار نتاعك لابد في عام 3 سنوات نشوف تكون مردودية بالطبع. نشوف نمشي. كذلك بالنسبة للإصلاح المستشفيات، نتكلم على صناعة الصيدلانية، فسبوتنيك 19 هذا حاجة جيدة للجزائر. إذا فلهنا عندنا الكفاءات الجزائرية في الجزائر وفي الخارج، بالطبع لابد نصنعوا، لابد كذلك أن نعمل أبحاث في الجزائر. احنا نشوفوا أن كوبا اللي رغم أن عندهاش إمكانيات كبيرة أنها نجحت في كثير من الأمور الطبية. لماذا الجزائر ما تنجحش؟ إذا فعندنا كل كفاءات، وممكن أن نجلب الكفاءات، وممكن أن نكون كفاءات في الخارج. عندنا المختصين في الفيروسات الفيرولوج، عندنا المختصين في يعني الكلينيسيين الأطباء، عندنا في العلوم كلها. إذا تكون إرادة سياسية حقيقية، وما تكونش ضرب المصالح ما بين المخابر لأنه تمثلها ربما بعض الشركات، يكون الهدف هو الجزائر. بالطبع هنا راح ننجحوا استغلال الكفاءة البشرية. بالطبع العنصر البشري هو اللي يطورك، هو اللي ينجحك. إذا فهنا عندنا بالنسبة لمعهد باستور أو المعهد اللي كان في سيدي فرج، كذلك بالنسبة للمعهد بيوتيك اللي في قسنطينة، أنه فيه إجراءات أنه الدولة تتخذها باش تكون الأبحاث. شفنا دول كما تركيا نجحت كثير، خاصة بالنسبة البيوتيك هذا مع فايزر، هو بروفيسور شاهين مع الزوجة تاعو تركيين هم اللي عملوا العمل هذا. كان كذلك أستاذ تونسي معهم. الأتراك كذلك ينجحوا، الإيرانيين كذلك شفناهم في البحث التكنولوجيا راحوا بعيد. إذن فالجزائر ممكن أنها تتعامل مع كل هذه الدول أو دول أخرى كالصين وروسيا وغيرها من الدول، وننجحوا في المشاريع نتاعنا المستقبلية حتى مع الدول الأوروبيين. كذلك بالنسبة نتكلموا على الأنشطة الاقتصادية، ما نلزمش نديروا كثير من التراخيص. يعني كل مرة نديروا قوانين، لابد كي تكون في النصوص التطبيقية نسهلوا للمواطن. الاستقرار التشريعي، يعني الاستقرار التشريعي، ولابد تكون هندسة القوانين تكون جيدة. يعني لما ندير قانون ندير حسب الثقافة تاعي، ما نجيبش قانون من الخارج ونحوس نطبقوا على الشعب الجزائري، لأنه احنا عندنا خصائص تاعنا، عندنا بيئة تاعنا، عندنا الإقليم تاعنا. إذا لابد القوانين تاعنا تكون مستمدة بالطبع من الثقافة الجزائرية، ما نسوردهاش من الخارج. وبها كي ندير نصوص تطبيقية بالنسبة للفرد الجزائري كيف يفكر. إذا هذا الأمر كنا بعيد عليه. الآن لابد رجال القانون أنهم يتخصصوا في الميدان هذا، ولابد من تطبيق القوانين حسب ثقافتنا وحسب إقليمنا وحسب احتياجاتنا، باش نسهلوا للمستثمرين ونسهلوا كذلك القطاع العام والقطاع الخاص على أنه يطور الاقتصاد. مش تصبح القوانين هذه أنها تصبح يعني ككابح للنمو الاقتصادي. فيما يخص الصناعة الصيدلانية، كثر الحديث عن الصناعة الصيدلانية عالميا ربما منذ جائحة كورونا، وأثبتت اليوم أنها بالفعل يمكن أن تشكل رافدا اقتصاديا، وذكرت البارحة في اجتماع مجلس الوزراء. يعني إلى أي مدى يمكن الاستثمار فعليا في هذا المجال؟ شوف، هي عندنا نقول له وزارة الصيد البحري، والحاجة الأولى لازم نعملوا التدقيق، سكون ابل ان اوديت في الميدان نتاع السفن اللي موجوده.
ربما نقول لك 50%. الصناعة الصيدلانية يا دكتور اسمح لي، تكلمت عن الصناعة الصيدلانية على السفن الصيد البحري. الصناعة الصيدلانية صيدلة، عفوا صيدلة. الصيدية. تكلم عفوا. بالنسبة للصناعة الصيدلانية في الجزائر عندها يعني كفاءات، نقول بكل صراحة نجحنا نوعا ما، لكن بالنسبة لصناعة الصيدلانية في الجزائر لابد من تحفيز الاستثمار في العنصر البشري. في العنصر البشري لابد من تكوين إطارات. احنا شفنا في الستينات والسبعينات كنا نبعثوا كثير من الإطارات عندنا في الخارج. الأوان أن نزيدوا نعاودوا نستثمروا حتى مليار مليارين 3 مليارات دولار في العنصر البشري، خاصة في الميدان الأمني، لأنه هذا تدخل في التكنولوجيات المتطورة نتاع الصناعة التكنولوجيا في الميدان الصيدلاني، في الطب وغيرها، لأنه كوفيد 19 أعطانا دروس قوية جدا. إذا لما نكون العنصر البشري نتاعي في أوروبا، في أمريكا، في الصين، في روسيا، في دول أخرى، فبالطبع لما يعود هذا العنصر البشري برتبة الدكتور أو ماستر أو كخبير في الأبحاث، هذا هو الاستثمار الحقيقي أكثر من الآلات. إذا فاحنا نقول بكل صراحة لابد، تكلمت وقت على أنه لابد من إنشاء وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا، يعني ما نقدروش أو نسميها بوزارة العلوم سكون ابل لو مينيستير دي سيونس، يكون فيه التخصص، لأنه احنا نشوفوا الآن البحث العلمي موجود مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، لكن نشوفوا انه وزاره التعليم العالي عندها 95% من العمل تاعها بيداغوجي، ربما المشاكل تاع الطلبه، النقل، الاطعام، كذا السكن وغيرها من الامور هذه. اذا في البحث العلمي ما نعطيوش قيمه كبيره، اللهم اذا خرج وحده. شفنا دول اخرى اعطاوا القيمه هذه، الدول هذه في القطاع هذا. شكرا جزيلا دكتور بن يحيى على هذه التوضيحات، ومرة أخرى شكرا على قبولك الدعوة. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية عدد اليوم الذي كان تناول عدة جوانب من مخرجات اجتماع مجلس الوزراء. أضرب لكم موعدا في عدد جديد من برنامج عن قرب. في أمان الله.